سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم نديروا وصفه تاع البيتزا بوازي بلا بات امريكان. هاد الوصفه تاع ان بيتزاريو. الوغ جبتها نديرها لكم اليوم انا هكذا، ما تزيدوش تشروها من برا وتخدموها انتوما في الدار. شوفوا النتيجه بزاف بنينه هاد البيتزا. تبعوا معايا كامل لي زيتاب اللي حنعطيهم لكم وتنجحوا فيها ان شاء الله. شوفوا تالمو خفيفه هاد البيتزا وبنينه. انا ولادي والله ما خلوني باش نصور لكم مليح هاد النتيجه، راهم يستناو باش يبداو ياكلوا كيما راكم تشوفوا. الوغ سمحوا لي على التصاور هادو ما صورتش بيان، سينو ارواحوا تجروا تبعوا معايا نعطيو لكم طريقه التحضير. عفوا، الحاجه الاولى انا نوجد الخميره تاعي. عندي هنايا ملعقه تاع اكل سكر مع نص ملعقه تاع خميره تاع اللي نديروها في الخبز مع شويه ماء يكون دافي. نخلطهم ونخليهم بتجيه باش الخميره هذيك تتفاعل. انا هذه المرحله نديرها هي الاولى. من بعد نجي نوجد لا كريم تاعي ولا لاصوص. المهم هذه هي لاصوص بوازي ولا كريم بوازي كما يقولوا لها. نسحق هنا عندي 200 غرام تاع لا كريم فريش كريمه سائله. عندي هنايا 50 غرام تاع الغرويير. الحاجه الاولى نحط لها ديك لا كريم فريش على النار، نسخنها شويه، نزيد لها شويه ملح وفلفل كحل باش ما تجينيش صامطه. وكما راكم تشوفوا هنايا في الاطراف كي تبدا تغلى هنايا باش نزيد لها من بعد الغرويير دو بريفيرونس تقطعوه قطع صغيره كيما درت انا باش يجيكم ساهل باش يذوب، سينو رابيوه. انا هاد الكميه يعني اللي درتها في لاصوص على حساب الكميه تاع العجين اللي نديرها لكم. الوغ الا دوبليتو لي كونتيتي زيدوا دوبليو ميم الكريمه هذه، دوبليو لي كونتيتي تاعها. كيما راكم تشوفوا وشفاو قلت لكم 200 غرام تاع لا كريم فريش مع 50 غرام تاع الغرويير. شوفوا دوكا كي تبدا ترفد الغليه هكا لا كريم تاعي نخليها تغلي 1 دقيقه باش طيب بيان. نحيها من بعد على الفرنو كيما راكم تشوفوا ونميكسيها. هاد المرحله لازم ديروها باش تجيكم لا كريم تاعكم يجي القوام تاعها منسجم. انا نقول لكم الصح ما نميكسيهاش مليح نحب يقعدوا شويه هذوك لي بتي مورسو تاع الغرويير اللي ما دابوش، نحب يقعدوا فيها. وانتوما لكم الاختيار، الا حبيتوا ترحيوها كامل ارحيوها هكاك خير. من بعد نحطها في بول ونخليها تبرد. نجي دوكا نوجد العجين تاعي. عندي هنا كيما راكم تشوفوا نصف ملعقه اكل ملح، عندي تاني ملعقه كبيره تاع الزيت، عندي نص حبه بيض، عندي هذيك الخميره اللي كنت طلعتها راكم تشوفوا كم درتها هي الاولى راهي خمرت ديجا راهي طلعت. عندي شويه ما، انا درت ما دافي. والفارينه عندي 650 غرام هكذاك ابري تاع بين 600 650 غرام يعني ما وزنتش مليح تاع الفارينه. ندير الملح قبل، من بعد نخلطو شويه ونزيد ندير الزيت مع البيض نخلطهم مليح هكا ونخلط مع كامل هذيك الفارينه تاعي باش من بعد نجي نبدا نطمها بالماء. هنا ما نطمهاش كامل بالماء، ندير قبل شويه هكا قسم نشمخ كامل الفارينه هذيك. راكم تشوفوا يعني المرحله سهله وواضحه في الفيديو. من بعد نزيد هذيك الخميره. انا هنا الخميره طلعتها هي الاولى، ما نحبش نديرها مع الملح ديريكت، الوغ جو بريفير ندير بهذه الطريقه. ونزيد لها شويه ماء ونطمها. وانا كيما درت تبعوا المراحل درتها هي الاولى باسكو لا كريم هذيك اللي نوجدوها ما تاخذ لكمش الوقت. لو طون توجدوا لا كريم تحطوا لي زانغريديون تاعكم اللي ديروا بهم لاباط تكون هذيك الخميره ديجا تفاعلت. من بعد هاكو تشوفوا راني طميتها. العجينه كيما راكم تشوفوا لازم ديروها طريه معليش تتلاصق شويه في اليد. انا هنايا عجنتها 5 دقائق وكي كنت نعجنها كانت تلصق لي بزاف في يدي، الوغ زدت لها رشه خفيفه تاع الفارينه باش برك نقدر نخدمها. وهاد العمليه تقدروا تديروها نتوما في البيتخان اللي عندهم البيتخان، سينو خدموها هكا باليد كيما درتها يعني ما تعييش وتمتم توجد. قلت لكم اعجنوها 5 دقائق باش يتجانسوا كامل المكونات. نخليها تريح 10 دقائق يعني غطيوها، نعاودوا رجعوها للبول غطيوها خليوها تريح 10 دقائق. من بعد نعاود نجيبها. هاي اللي كان هنا دوكا ما ريحت لي 10 دقائق راهي جات شويه حكمه روحها. نعجنها دوكا كيف واحد ال5 دقائق ماكسيموم ونقسمها على زوج. شوفوا العجينه كيفاش تجي بزاف شابه هاد العجينه وتجي طريه. انا هذه صراحه نعتمدها من نهار سيتها ونجحت لي كامل في الدار عجبتهم وليت نعتمد هذه الوصفه. دوكا انا هذه الكميه اللي عطيتها لكم دارت لي زوج بيتزات مدورات. راني دوكا نبوليهم هكذا بهذه الطريقه. لازم ديروا لافور تاع اون بول وتغلقوها بيان من تحت
ونخليها تخمر، نخليها 20 مينوت 20 مينوت تريح وتزيد تخمر شويه باش نجي نخدم المرحله الاخرى، نكمل العمل تاع البيتزا تاعي. ان شاء الله يكون الشرح واضح وتكون الفيديو تاني واضحه وتفهموا مليح لي زيتاب اللي راني نقولهم لكم باش تنجحوا فيها. كما قلت لكم انا هاد الوصفه تاع ان بيتزاريو هو اللي عطاها لي، صدقوني من نهار درتها عجبتهم كامل في الدار وديت معتمدتها. هنا دوكا شوفوا عندي هنايا شويه غرويير وشويه غودا مع لا كريم اللي كنت وجدتها. هنا راهي بارده، لازم ديروها هي بارده، ما ديروهاش سخونه فوق العجين. عندي شويه فلفل طرشي واعشاب عطريه، تقدروا تزيدوا شامبينيون، تقدروا تزيدوا الزيتون يعني كيما تحبوا. وهنا تاني عندي فيون داشي كنت طيبتها نص طياب في شويه، درت لها شويه ملح وفلفل كحل. طيبتها نص طياب باسكو من بعد كي ديروها فوق البيتزا تزيد تطيب في الفرن. وكاين اللي ما يطيبهاش كامل يديرها ديريكت هكذاك ماشي طيبه، يدير لها برك الملح والفلفل الكحل. نجي دوكا نحل العجينه تاعي، هاي لك مور ما ريحه 20 مينوت راهي خمرت. شوفوا هاد العجينه بزاف خفيفه وقلت لكم تجي خفيفه وبنينه. انا هنايا زعما سيت ندير طريقه تاع لي بيتزايو كي يحلوا العجينه تاع البيتزا تاعهم، على بالي شويه ما جبتهاش. الوغ لي بيتزايو قولوا لي اسكو قستها شويه ولا لا واش رايكم في الطريقه تاعي؟ بون انا خاطيني ماشي الميتي تاعي، حبيت برك نوريكم الطريقه اللي يديروها هما هكا يحلوها، ما يحلوش كامل، ما يستعملوش كامل الحلال هكذا باش ما يخرجش الهواء اللي يكون داخلها كي خمرت وتقعد وتجيكم منفخه ومنبله كيما تاع برا. هذه هي الطريقه هما اللي يديروها. انا شوفوا هنايا كي جيت نرفدها نحطها في البلاطو خفت تقطع لي، الوغ استعملت الحلال عاونت روحي بها، حطيتها هكذا في البلاطو اللي نطيبها فيه، تقبتها بشويه ابان بالفرشيطه كيما راكم تشوفوا. من بعد درت لا كريم تاعي، لا كريم غرويير يعني هاد لا كريم شوفوا بزاف بنينه، غير جربوها على بالي تعجبكم. نحطها كامل على سطح البيتزا بهذه الطريقه. قلت لكم انا نهار عجبتني هاد البيتزا دومونديت يعني الوصفه تاعها وعطاها لي، سيتها في الدار عجبتهم كامل. الوغ سي بور سا و اشاك فوا وليت ندير بيتزا ندير بهذه الطريقه، سي بور سا حبيت نشاركها معاكم. ان شاء الله نتوما تاني تسيوها وتعجبكم. سينو لا غارنيتور يعني من الفوق ديروا واش تحبوا، انا درت فيونداجي، تحبوا ديروا بولي تحبوا ديروا كيما تحبوا، تحبوا تخلطوا لي فروماج ديروا هادو اللي درت انا، تحبوا تزيدوا زعما نوع واحد اخر ولا لكم الاختيار، زيدوا الزيتون زيدوا شامبينيون يعني دوكا التزيين من الفوق كيما تحبوا. ونطيبها في فرن كنت سخنته ربع ساعه وانا خليته يسخن باش حطيتها طيب على درجه حراره العاليه وعسوها في طياب باسكو ما تطوش. وهذه هي النتيجه. شوفوا بيتزا هذه اروع ما يكون، بنينه وخفيفه ما تتشبعش. انا قلت لكم في البدايه تاع الفيديو من باش نصورها وما لحقتش نصورها كيما حبيت، تال مولادي هبلوني حبوا ياكلوا تقلقوا. هذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو، ما تنسوش تخليوا لي رايكم في لي كومونتير، جيم وبارطاجيوها لو ماكسيموم باش كامل الناس يستفاودوا. واللي ما داش ابوني يدير ابوني هكا يلحقكم كل يوم جديد تاعي، كل يوم جديد الوصفات الناجحه بيان سور. هكا لحقنا لنهايه الفيديو، ما بقى غير نبقيكم على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.